السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بالسابقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. يا ترى الهم عليت ولا لسه في فطور؟ أظن إن شاء الله إن هنبتدي نخش في موضوع الهمة، وأظن الهمة هتبتدي تعلى. إن أنا ما ينفعش أقف مكاني، ما ينفعش أكون همشي حال، لازم يكون لي دور بناء في بناء نفسي، بناء قلبي، وبناء زوجتي وأولادي وأهلي وجيراني وحبايبي وأمتي كلها وبلدي. إن أنا أعلى بلدي أوصلها لأعلى بلد وأفضل بلد في الدنيا، وده اللي نفسنا نشوفه في كل بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل بلاد المسلمين، اللهم آمين. قلنا في الدرس اللي فات كلام جميل الإمام ابن القيم. لابد النهاردة الدرس رقم 6، لابد السالك الذي يسلك طريقه إلى جنة الرحمن سبحانه. أصل يا جماعة نحن طلاب جنة، نحن طلاب جنة. إذا أراد الله بعبده خيرا فجر في قلبه عينين، خد بالك، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. طب إيه فايدة العينين دولت؟ إن أنت تحدق بالقلب. يعني إيه تحدق؟ يعني القلب يبقى ليه حدقة زي العين، يبقى العين القلب شايف، يبقى القلب شايف إيه؟ شايف جنة ونار، خد بالك. وده اللي قاله سيدنا حنظلة، ودي لها فايدة عظيمة جدا على فكرة. تخيل حضرتك كده لو أنت قاعد دلوقتي، تخيل المنظر كده، وحالا واحنا قاعدين دلوقتي فجأة فتحت السماوات وشفنا دلوقتي حالا على الهواء مباشرة، خد بالك، الجنة والنار. طب بالله عليك قول لي عبادتك هيبقى شكلها ايه؟ فكر كده، قدامك جنة اهي، وانت شايف نعيم الجنة وشايف أثرك في الجنة. تخيل، ما هو دي المسألة. يعني من ضمن صفات المتقين في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الجنة غيب والنار غيب، لكن نصدق ليه؟ لأن ربنا اللي أخبر بأن في جنة وفي نار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في جنة وفي نار. تخيل حضرتك كده وانت قاعد وبتصلي الله أكبر، وشايف قدامك جنة وشايف هنا النار، شايف الاثنين في وقت واحد. طب بربك، يعني بالله عليك، العبادة شكلها ايه؟ هتفرق طبعا كتير جدا عن واحد واقف بيصلي ما هوش شايف غير الأرض والحصير والمكت، صح ولا لا؟ هي دي بقى المسألة اللي بيتكلم عنها الإمام ابن القيم. إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فإذا ما عمل عملا أو تكلم كلمة أو فعل شيئا، تمام، عرضه على الجنة والنار. العمل ده يودي الجنة؟ نعمله. يودي النار؟ لا بلاش منه. الكلمة دي تودي فين؟ الفردوس؟ اعملها، قولها. الكلمة دي تودي فين؟ لا دي تودي وادي صقر، لا بلاش منها. يتظبط حالك. قال أحد السلف: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله جل وعلا. الله أكبر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكين بيكتبوا عليك، بيكتبوا إما لك وإما عليك. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان لو شايف جنة ونار هيتظبط حاله، وده اللي قاله سيدنا حنظلة: نكون عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيكلمنا. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكتر قوي من الكلام عن الجنة والنار. ليه؟ أصل القلوب لا تنصلح أصلا إلا بذكر الآخرة. تخيل كده لو احنا فاكرين إن ما فيش آخرة، خلاص بقى اللي يظلم يظلم، واللي يسرق يسرق، واللي يعق والديه يعقهم، واللي بيظلم زوجته، واللي يبهدل عياله، خلاص مش فارقة بقى، ما فيش آخرة. إنما إيه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ده لازم يوم هنقف فيه بين يدي المولى عز وجل ونتسئل عن كل حاجة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالشاهد في الموضوع إن في يوم هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى هنتسئل عن كل صغير وكبير. فسيدنا حنظلة بيقول: نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كأن رأي عين، هو فكر إن المسألة يعني لابد إن احنا نكون عبادة صلاة وصيام 24 ساعة. مش فاكر إن في أمور مباحة ممكن لو احتسبنا النية إن ممكن تكون في ميزان حسناتنا. أنا ممكن آخد زوجتي وأفسحها في مكان ما فيهوش مخالفات ولا معاصي ولا بتاع، ويبقى كل ده في ميزان حسناتي ويتحسب لي عبادة. إن أنا بدخل الفرح على زوجتي، بدخل الفرح على أولادي، بدخل الفرح على أبويا وأمي. فاهم إزاي؟ فهو ما فكر الموضوع لا مش كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح له، قال: لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصفحتكم ملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ساعة بيكون الإيمان عالي جدا بسبب كثرة الطاعات وكده، وساعة بيكون الإيمان منخفض بسبب المعاصي أو الغفلة. والمعنى الثاني ساعة
فيها عبادة وما شاء الله إقبال على الله سبحانه وتعالى، وساعة فيها شيء من المباحات اللي بتعينك على الطاعات. بتمشى شوية، بتفسح شوية، بقعد بلعب مع أولادي شوية، مع زوجتي شوية. الساعة اللي بتفرحني ديت أو الساعة اللي أنا برفه بيها عن نفسي بتعني على إن أنا لما أقف أصلي أبقى زي ما بيقولوا كده فريش كده وسعيد ومبسوط. الحمد لله غذيت قلبك ونفسك وجسدك في وقت واحد. هو ده المسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسط. احنا أمة وسط يا جماعة، لا إفراط ولا تفريط، لا تكشيرة بقى وضارب 111 وقافل الدنيا وكاره الدنيا واللي فيها، ولا فاتحها 24 ساعة البحر يعني ايه الموضوع كده يبقى وسط يعني. فاهم ازاي؟ فسبحان الله يبقى ايه؟ يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. كلمة تانية جميلة قوي الإمام ابن القيم، كلمة خطيرة، بيقول ايه؟ كمال الإنسان، كمال الإنسان. احنا بنتكلم عن ايه؟ علو همة بقى. أنا عايزك تبقى إنسان مثالي، عايزك يعني تبقى ماشي في كليتك الناس تقول ما شاء الله ده أكتر واحد مميز في الجامعة كلها. مش للشهرة، للقدوة، ان انت تعرف الناس انا بقيت كده عشان اتبعت النبي عليه السلام، انا بقيت كده عشان مشيت على منهج الوسط، على منهج الاسلام. تمام؟ سبحان الملك. كمال الانسان مداره على اصلين. عايز تبقى انسان بقى من الناس الكمل زي ما بيقولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولم ينفي الكمال عن احد صلى الله عليه وسلم، قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. خد بالك بقى، كمال الإنسان مداره على إيه؟ على أصلين. إيه هم الأصلين دولت؟ أقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مداره على أصلين. إيه هو؟ معرفة الحق من الباطل. مش كفاية. الأصل الثاني اللي هو إيه؟ وإيثار الحق على الباطل. دي موضوع كبير قوي يا جماعة، موضوع كبير بجد. اوعى يكون موضوع كلام عن العلو همة يكون معقد. انا بحاول ابسطه يعني بكل الطرق عشان يوصل لك يعني ايه همة، ويعني ايه تبقى عندنا علو همة، وازاي نسلك الطريق بتاع اهل الهمم. كمال الانسان مدار كمال الانسان ده على حاجتين. اول حاجة معرفة الحق من الباطل، انك تميز ده صح وده غلط، لان في ناس عندها الصح غلط وناس عندها الغلط صح. في كده، في واحد ممكن تكلمه تقول له قول التزام ودين ومش عارف ايه، يقول لك انا عايزني ابقى انسان مش كويس، وده ده اللي بيعمل كده انسان مش سوي، ده انسان معقد نفسيا، ده مش هو شايف الحق ايه؟ باطل. خد بالك. وممكن واحد تاني يكون شايف الباطل حق. واحده مثلا بترقص فتقول لك العمل عباده، وانا ارقص فانا بعمل، يبقى انا كده بعبد ربنا، فشايف الباطل حق. واخد بالك؟ لا، قال لك مدار كمال الانسان على حاجتين. معرفة الحق من الباطل، أبقى عارف إن دوت أبيض، أيوه مفيش مشكلة، ده كله خير، ودوت أسود، خلاص يبقى عرفت الأبيض من الأسود، عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر. جميل قوي، دي نقطة، ده نص المشوار. والمشوار الثاني وإيثار الحق على الباطل. عارف إن السجاير حرام؟ عارف، سمعت. طب بتعمل إيه؟ بشربها. تبقى أنت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفة ان المشي مع البوي فريند وانت عارف ان المشي مع الجيرل فريند حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، لا اله الا الله. امال ايه؟ طيب ماشي مع البنت ليه؟ يعني اصل نفسي بقى وضعف بقى، وانت عارف احنا شباب بقى ولسه ادعنا. خد بالك. يبقى انت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفة ان التبرك حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، ده ربنا امر بالحجاب بس الحجاب حجاب القلب. خد بالك. سبحان الله. اسال بقى اللي مش محجبه سؤال صغير. لو ركبت طياره ولقيت انت عارف في بدايه طلوع الطياره تلاقي كده ايه بيشغلوا فيلم كده تسجيلي تمام عن الاجراءات الوقائيه في الطياره، ولو الطياره مش عارف وقعت في المحيط تعملي ايه، وهتلاقي السلم تطلع عليه، وبعدين لو الهواء انقطع من الطياره هتلاقي الحاجات نازله لك من فوق وتحطيها على الانف وتستنشق الهواء، ولو حصل مش عارف ايه، اجراءات امنيه. وقبل ما نطلع لابد من ربط الاحزمه. بتنفذي ولا بتنفذيش؟ طبعا. طب بتنفذي ليه؟ اصل قائد الطياره طبعا ادرى بمصلحتي، طبعا عارف، فلازم انفذ الاوامر دي كلها حفاظا على حياتي. جميل. ولما بتروح للدكتوره وتقول لك الدكتوره انت عندك كذا، خدي بالك الدواء ده هتاخديه 3 مرات في اليوم، والدواء دوت قبل الاكل وبعد الاكل، والثاني ده حقنه بالليل، والرابع دوت مش عارف ايه، بتمشي على العلاج ولا لا؟ طبعا ده انا بكتبها عندي في روشته وبعمل جدول للدواء ده بس بمشي عليه ليه؟ طب وتمشي على الدواء ليه؟ اصل الدكتور ادرى بمصلحتي. سبحان الملك ولله المثل الاعلى. الدكتور ادرى بمصلحتك، والطيار ادرى بمصلحتك، والخالق جل جلاله
لما أمرك بالحجاب ما كانش أضرب مصلحتك؟ سبحان الملك. يعني أنا أذكر بس مثل بسيط جدا. وإحنا في أمريكا كان شاب يهودي أسلم. الشاب اليهودي أسلم جه لأحد مشايخنا فبيقول له أنت كان ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له أسلمت؟ قال له الحمد لله. قال له طب وأبوك وأمك يعني؟ قال له يهود ومتعصبين جدا جدا لليهودية. قال له طب ما زعلوش إن أنت يعني أسلمت؟ قال له بالعكس، ده أنا أمي فرحانة جدا جدا بإسلامي. فاستغرب فقال له طب ما تجيب لنا أمك وأبوك، يعني يمكن ربنا يكرمنا ويسلموا هم كمان. فقال له والدي مسافر، أجيب لك والدتي بكرة. فجت أمه دي يهودية، فجت تاني يوم لابسة حجاب، لابسة مغطية راسها تماما، لابسة شرب كبير جدا، ولابسة لبس فضفاض يعني وجاي. فالشيخ أول ما شافها جاية فسأل الشاب ده، قال له هي أمك أسلمت؟ قال لا ما أسلمتش. قال له ما لابسة كده ليه؟ قال له أصلها عرفت إن عيب إنها تقف قدام الشيخ وهي معرية راسها. سبحان الله. دي هدية ببعتها كل أخت مسلمة، هدية ببعتها لكل أخت مسلمة، إن واحدة يهودية بتقول عيب إن أنا أقف قدام شيخ وأنا معرية راسي، وأنت مش مكسوفة إنك تقف قدام ربنا وأنت كاشفة جسمك كله. دي بس هدية على المشي. نفسكم تخش الجنة يقينا. طب ما بنعملش للجنة ليه؟ انت عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر، عرفت الجنة من النار، امال بتجري ورا النار ليه؟ بتجري يعني بتهرب من الجنة ليه؟ في حد في الدنيا يهرب من الجنة؟ ما حدش طبعا بيهرب من الجنة. ومين قال لك ان انا بهرب؟ ده انا نفسي اخش الجنة. طب ما تعمل، اجري، امشي في الطريق. وكتير من الشباب بننصحهم لله والله العظيم وبنقول لهم بكل حب، يا شباب العمر مش حقل تجارب. كتير من الشباب يقول معلش زي ما انتوا خضتوا التجارب وعشتوا حياتكم ما تسيبني اعيش حياتي، ولما اعرف ان الطريق ده غلط هرجع. اقول له طب وليه تضيع وقتك؟ انت مسافر اسكندريه وانا سافرت اسكندريه قبل منك مثلا، فجيت وانا ماشي فغلطت ودخلت في طريق غلط، فبقول لك خد بالك احنا واقفين اهو، لو دخلت من الطريق ده غلط مش هيوصلك اسكندريه، ده هيوصلك اي حته ثانيه. انما لو مشيت في الطريق ده مستقيم كده على طول هتوصل اسكندريه. فانت بدل ما تاخد الطريق الغلط لحد اخره وعايز تبتدي صح، فتضطر ترجع الطريق الغلط ده لحد النقطة اللي بدأت منها، وبعد كده تبتدي تمشي في الطريق الصح. وليه تتعب نفسك؟ وليه تضيع عمرك؟ ما تبدأ صح زي ما الناس قالت لك، زي ما ربنا أمرك، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، وزي ما علماء الأمة ودعاة الأمة دلوك على الخير. ابدأ صح. غيرك واللي سبق منك وقبل منك مشي في طريق غلط وقال لك الطريق ده غلط، فانت الحق نفسك وامشي في الطريق الصح عشان ربنا يكرمك وتعيش صح. خدت بالك؟ المهم هدفك زي ما قلنا ان انت زي السهم تنطلق الى الهدف ده، انت داخل سباق 100 متر عشان توصل الى جنة عرضها السماوات والارض. هتتعب شوية طبعا، ده لازم. ده انت النهارده لما تروح تتعين في وظيفة تعبانة يعني هتاخد كام؟ 500 جنيه في الشهر مثلا. بيقولوا لك شهادتك ايه، خبراتك ايه، معاك لغه ولا معاكش، معاك كمبيوتر، تعرف تستعمل انترنت، بتعمل كذا كذا، كل ده وفي النهايه ممكن ما تقبلش. امال لما تخش جنه بقى، جنه يا اخي، جنه، عارف يعني جنه عرضها السماوات والارض. عند حتى واحد يعني يهودي مره بيسال النبي عليه السلام وبيستغرب يعني عايز يعني، يقول له جنه عرضها السماوات والارض، اذا فاين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، واين الليل اذا كان النهار؟ يعني هي المسألة ما بتتقاس كده خالص يعني. ده اتنين بيبقوا في قبر واحد، والقبر نفسه يبقى روضة من رياض الجنة الواحد منهم، وحفرة من حفر النار للتاني. سبحان الملك. وأمر القبر وأمر الآخرة أعظم من أن يقارن بأمر الدنيا. ده حتى في أمر الدنيا اتنين نايمين جنب بعض على سرير واحد يقوم أعوذ بالله يعني كابوس، شاف نفسه وعارفش وناس بتقتله وناس بتجري وراه وتعبان بينهش وشاف إيه، فقام مفزوع. والتاني يقول الله رؤية جميلة، يا سلام، شفت نفسه أنا داخل الجنة بقى وباكل من ثمارها وشاف إيه والحور العين بقى وحاجة، والاثنين نايمين جنب بعض. فأمر الآخرة أعظم من كده بكتير بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وقد أجمع عقلاء كل أمة، عقلاء إيه؟ كل أمة، أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. يترجم بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه؟ وأجمع، ما قالش المؤمنون، لا حتى العقلاء، حتى خدها بالعقل.
أجمع عقلاء كل أمة، مش أمة الإسلام بس، أن النعيم اللي في الجنة لا يدرك بالنعيم. مش معقول أقول إيه خلاص نام وارتاح يأتيك النجاح، لا مش هيجي النجاح. هيجي منين؟ إلا إذا كنت هتغش، والغش حرام، من غشنا فليس منا. لا أنت قوم واشتغل وابذل الجهد، ومن طلب العلا سهر الليالي، أمال لما يطلب الجنة بيعمل إيه؟ ما ينامش بقى. فاهم ازاي؟ فاطلب واجتهد وقوم وابذل الجهد. سبحان الله، علماء التابعين وعلماء السلف الصالح كانوا بيبذلوا جهود لا تتخيلها، حتى ان واحد منهم كان وهو بيموت في سكرات، في بداية السكرات دخل عليه تلميذ من تلاميذه فقال له الشيخ: ماذا تقول في المسألة الفلانية؟ قال التلميذ: سبحان الله يا شيخ، أنت الآن يعني عايز أقول أنت بتموت يعني، فيعني هل يعني وعايز أقول له هو ده وقته؟ فقال سبحان الشيخ بقى بيقول له، قال: سبحان الله، لعل وعسى أن أعيش فأستفيد أنا وأنت، ولعلي أن أموت فيستفيد المسلمين من بعدنا. شوف الهمة عامله ايه لحد آخر لحظة في حياته. الإمام أحمد بن حنبل يقول لك: مع المحبرة إلى المقبرة أفضل أطلب العلم لحد آخر لحظة في حياتي. يبقى وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. خد بالك بقى، وأنه على حسب احتمال المشاق والمتاعب تكون اللذة والفرحة يوم القيامة. يبقى علو همة، يبقى إنسان بيبذل عشان يوصل، بيبذل عشان ينطلق، بيبذل عشان يوصل لأعلى درجات الجنة. احنا مش بنكتفي يا جماعة بأن احنا عايزين نخش جنة وبس، احنا عايزين نرتقي في أعلى درجات الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. أنا هدي لك في الحلقة دي حديث ده عايزك تعيش معاه لحد آخر لحظة في عمرك. حديث رواه أبو نعيم بسند صحيح، ليه روايتين وروايتين صحاح، وبص عليهم في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: لكل قرن سابق. لكل قرن ايه؟ واحد. في كل 100 سنة هو دوت الذي يجدد للأمة أمر دينها. خد بالك، كل 100 سنة. وفي رواية تانية: لكل قرن من أمتي سابقون. ما بقاش واحد بقى. طب ليه هنا سابق وهنا سابقون؟ قال لك ممكن يكون سابق وكل واحد في مجاله. يعني ممكن يكون واحد سابق في علم الحديث، يبقى هو ده إمام القرن في علم الحديث زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ممكن واحد يكون سابق في علم أصول الفقه، يبقى هو ده السابق بتاع أصول الفقه في القرن ده كله. واحد ثالث سابق في علم مثلا التفسير، الرابع سابق في علم الفقه، وهكذا. لكل قرن من أمتي سابقون. أنت ولا أنت؟ مين فيكم؟ قول لي بقى الشيخ هيتريق عني. لا والله ما بتريقش. اوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول لي أنا شأني عند الله أحقر من ذلك. لا، مش ممكن يكون أنا. طب ليه ما تكونش أنت؟ طب والله ممكن يكون أنت وممكن يكون أنت. ليه لا؟ هو أنتوا يعني أنتوا شوية في البلد يا عم. سبحان الله، ده الإنسان يعني بس يعني بمجرد بس ما يستعين بالله سبحانه وتعالى ربنا يكرمه، ممكن يكون أفضل إنسان في الدنيا كلها. إيه المشكلة؟ يعني هو هديك بس 3 أمثلة بس، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمير بن الحمام، والحديث رواه مسلم، لما كان في غزوة بدر، ده أول لقاء بين معسكر الموحدين وبين معسكر المشركين. النبي واقف صلى الله عليه وسلم بالبلد كده، الكلمات بقى اللي بتحفز المعنويات وبتشد الجهود وتعلي الهمة علشان يدخلوا يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد يعني كان على ايامهم كانت حاجة مش سهلة، يعني مش واحد بقى من فوق جبل بيضرب رصاص على واحد تاني. لا لا لا، ده السيوف وعيني عينك وقدامي وقدامك ونخش بيقطعوا بعض. خد بالك، مسألة صعبة جدا يعني. انت النهارده لو تخيلت واحد داخل عليك بحتة مطوة صغيرة ولا سكينة صغيرة، يعني متهيألي ممكن يغمى عليك. فتخيل بقى ده سيف يعني طولي كده، فاهم ازاي؟ وواحد شايله ومعاه درع وسهام وحراب وحاجات ودنيا داخل عليك. فالنبي حب يحفزهم بقى عشان يجاهدوا في سبيل الله. فقال: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم. والذي نفسي بيدي يعني والله لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. يلا، مش بقى أقول لك منصب بقى تبقى أمير مكة ولا أمير المدينة المنورة ولا تبقى زعيم الجزيرة العربية، لا، الجنة إلا أدخله الله الجنة. الصحابة ده أول مرة يخرجوا عشان يجاهدوا في سبيل الله، فالموضوع بالنسبة لهم يعني برضو إيه، جنة معقولة يعني. كانوا مش مصدقين نفسهم. طبعا هم مصدقين النبي عليه السلام بس مش مستوعبين الموضوع لسه. مفيش بيني وبين الجنة إلا أن أنا أخش فاتقتل واستشهد فأكون في أهل الجنة.
فالنبي لما حس كده فراح قايل لهم الجملة الثانية، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وصلت بقى المعنى، وصلت الكلمة وخلاص حسوها بقى. فمين اللي واقف جنب النبي عليه السلام؟ واحد من الشباب، يا شباب، اسمه عمير ابن الحمام. عمير واقف جنب النبي عليه السلام، فقعد يكلم نفسه بس بصوت عالي شوية، والنبي سمعه. فقال عمير: بخ بخ جنة عرضها السماوات والأرض. ياه، ايه ده؟ ايه الأمل دي كلها؟ بقى جنة عرضها السماوات والأرض مجرد ما اخش بس واتضرب ضرب وخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: يا عمير، ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني، أدي الهمة هي بقى، ما قالش بقى وأنا مين أنا عشان أخش الجنة ولا، يا عم الجنة ليه أهلها مش أي حد يعني بيخش يعني، شوف الهمة العالية اللي عنده. قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. شوف بقى التواصل بين السماء والأرض في ساعتها، لسه بيقول سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، قبل الهيه والألف ديت ما تتنطق كان جبريل عليه السلام نزل من 7 سماوات قال له: يا محمد يا رسول الله قل له أنت من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. طبعا أنا عايزك بس تتخيل نفسك كده مكان عمير، يعني والله العظيم الواحد لو مكانه والله يموت وهو واقف، يعني فاهم ازاي؟ من الفرحة طبعا يعني. فقال يعني مش مصدق نفسه، فأنت من أهلها، خلاص عرف إنه من أهل الجنة. فعمير أما طلع كم تمراية وبدأ يأكل عشان يتقوى على الجهاد في سبيل الله، شوف يعني بتمرات بسيطة. فأكل تمراية أو تمرتين ونظر إلى التمر في يده وقال: جنة عرضها السماوات والأرض. يعني مش مصدق نفسه، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. يا نهار أبيض، هو أنا لسه هستنى لحد ما أكل شوية التمر اللي في إيدي؟ لا، ده دنيا تانية، ده عمر تاني. فرمى التمر ودخل فجاهد في سبيل الله فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. عمير بن الحمام احتقر نفسه؟ أبدا. خد المثال الثاني اللي احنا قلناه في كام حلقة فاتت، سيدنا عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في 70,000 من أمتي سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما احتقرش نفسه. يعني سيدنا عكاشة إنسان بسيط جدا، يعني قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، خلاص. تخيل، ما احتقرش نفسه، ما قالش أنا بقى معقول يعني جت عليا أنا اللي هكون من 70,000، ده يعني فيش بقى الصحابة واللي قبل مني واللي سبقوني ما قالش كده. طب المثال الثالث سيدنا ربيعة بن مالك. سيدنا ربيعة بن مالك ده إنسان فقير جدا جدا، شاب عنده 17 سنة. عايزك بس تتخيل كده إيه الشكل الاجتماعي اللي عايش فيه. إنسان ملوش حد خالص في الدنيا، 17 سنة ومن أهل الصفة وفقير جدا ومش لاقي حاجة خالص بالمرة، ونفسه يتجوز وما يملكش من الدنيا أي شيء. وكان كل اللي بيعمله، عشان كده بقول لك يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي عمل ولو بسيط اعمله إن شاء الله ربنا هيكرمك بيه. كل اللي كان بيعمله ربيعة إنه كان بيحضر مية الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام في ال5 صلوات، في كل صلاة يروح يملى مية ويجيبها للنبي عليه الصلاة والسلام، بس مفيش غير كده. عمل حاجة أكتر من كده هي دي بس، مع أداء الفرائض والكلام ده كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك ما كانش يسيب حد يعمل معاه أي معروف إلا ما لازم يكافئه. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في يعني قبل موته ب5 أيام، قال: ما لأحد له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئ ربيعة بن مالك، قال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: يعني أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. لو واحد غيره كان يقول يعني من أهل الصفة وغلبان ومش لاقي ياكل وعايز أتجوز، عايز أتجوز يا رسول الله، اديني أي حاجة، بيت وشقة وعروسة، خد بالك. فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يراجعه في المسألة، يعني شايفه فقير جدا وما عندوش وما جوزش. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أنا مش عايز غير كده. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. وزي ما بقول لك دايما، تنزل تحت تطلع فوق. أقرب ما يكون العبد ربه هو ساجد. ليه؟ لأن أعز وأعظم حاجة في جسد الإنسان الأنف والجبهة، تنزل
تنزل في التراب. ليه؟ يعني ذل نفسك لله، وكل ما تذل نفسك لله كل ما تكون عزيز. كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هي دي المسألة. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. كل ما تتواضع وكل ما تنزل تحت كل ما ربنا يرفع قدرك ويرفعك فوق بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك خلي همتك عالية، اوعى تحتقر نفسك، ابدأ. ومن كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، ولا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. وكمال مدار الإنسان على أمرين: معرفة الحق من الباطل، مش كفاية، وإيثار الحق على الباطل. أنت في سباق 100 متر، الحق وسابق، وإن شاء الله توصل وتكون الأول. وأنا أول المسلمين كما في الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السابقين، من أهل الهمم ومن أهل القمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.